مذبحة الأغواط أو محرقة الأغواط أول محرقة في العصر الحالي. جريمة الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر في تاريخ الجزائر. تعد محرقة الأغواط واحدة من أبرز المجازر الوحشية التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي خلال القرن التاسع عشر، وتعد من أولى المحارق البشرية في العصر الحديث. شهدت الأغواط في 1852 مذبحة مروعة كانت بمثابة انتقام وحشي من أهالي المدينة الذين قاوموا الاحتلال الفرنسي بشجاعة. خلفية تاريخية: تقع الأغواط في وسط الجزائر، وكانت تعد مركزا استراتيجيا مهما، خاصة في التجارة بين الشرق والغرب. وبعد الاحتلال الفرنسي للجزائر في 1830 أصبحت المدينة واحدة من أبرز معاقل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، حيث تجمع فيها الثوار الجزائريون الذين كانوا يقاومون الاحتلال. لذا كان من الطبيعي أن تشهد المدينة العديد من المحاولات الفرنسية للقضاء على المقاومة بشتى الطرق. المحرقة أول مذبحة في 7 نوفمبر 1852 قررت السلطات الفرنسية الانتقام من مدينة الأغواط، فشن الجنرال أوغين دوهير هجوما عنيفا على المدينة بمشاركة قواته الاستعمارية. كانت الأوامر واضحة: تدمير المدينة وكل ما يتعلق بالمقاومة. بدأت القوات الفرنسية بالقصف المدفعي على الأحياء السكنية وحرق المنازل، وتم تدمير الأسواق، وتم إحراق المدينة بأكملها. حرق المدينة لم تقتصر الجريمة على تدمير المباني فقط، بل شملت إحراق السكان الذين كانوا محاصرين داخل المدينة. حاول البعض الهروب إلى الصحراء، بينما حوصر آخرون في النيران التي التهمت منازلهم وأسواقهم. كانت هذه المحرقة بمثابة حلقة من سلسلة المجازر الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي في الجزائر. الضحايا: أعداد الضحايا في هذه المذبحة تتراوح بين مئات وآلاف الأشخاص، من بينهم رجال ونساء وأطفال. قتل العديد منهم بسبب القصف المدفعي، بينما اختنق آخرون جراء الدخان الناتج عن حرائق المنازل. كما تم أسر بعض المدنيين ونقلهم إلى معسكرات الاعتقال. كانت هذه المذبحة بمثابة تعبير عن وحشية الاحتلال الفرنسي في تعامله مع المدنيين. التداعيات: لم تكن مذبحة الأغواط مجرد جريمة قتل جماعي، بل كانت محاولة من الاستعمار الفرنسي لتدمير الهوية الجزائرية والقضاء على روح المقاومة في المنطقة. ومع أن هذه المجزرة كانت بمثابة عقاب للمقاومين، إلا أنها زادت من عزيمة الشعب الجزائري، وأصبحت الأغواط رمزاً للمقاومة الوطنية في مواجهة الاحتلال الفرنسي. الذاكرة الجماعية الجزائرية: لا تزال مذبحة الأغواط حية في الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري، وتعتبر واحدة من أكبر الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي، وتذكر في سياق النضال الوطني ضد الاستعمار. فهذه المذبحة تظل شاهداً على المعاناة التي مر بها الشعب الجزائري، وعلى الصمود البطولي للجزائريين في وجه الاحتلال. إنها تذكير دائم بمقاومة الشعب الجزائري وتضحياته من أجل الحرية والاستقلال.